يسعد مساكم ويسعد كل أوقاتكم. واليوم طبختنا أكلة تركية اسمها توتر برك أو توتر برك. أكلة كتير باردة وكتير بتشهي خصوصا بهذا الجو الحامي. يلا نبلش. أول إشي طبعا أنا عملت حبات مثل الشش برك بعجين طحين ومي وملح وشكلتهم بهذا الشكل. بعدين سخنت مي بطنجرة وجبت حبات الشش برك وبلشت أسقطهم بالمي المغلية حبة حبة. أهم إشي نسقطهم بالمي حبة حبة علشان ما يلزقوا ببعض. بعد ما انسلقوا هيك شايفين كيف حركتهم ومو ملزقين ببعض. بنغليهم بس بالمي لمدة دقيقة لدقيقة ونص. بس أنا بدي إياه بس إنه العجين يستوي. هلا بدنا نحضر الصوص. حبتين توم هرسناهم منيح راح أحطهم بالجاط. بعدين جبت 2 كيلو لبن، رشيت عليه رشة ملح والتومة. هلا راح أضلني أحرك فيه لحديت ما يصير القوام متجانس زي ما انتو شايفين. ما بدي اللبن يكون فيه أي كبتل ولا أي نترات. هلا راح أجيب حبات الشش برك اللي سلقناهم، شايفين كيف راح أجيبهم وأحطهم فوق اللبن. راح أحرك بالسباتيولا راح يطلع عنا هيك. درتهم بالصينية التقديم، زينتهم بالبقدونس. بعدين كان ضايل عندي شوية لحمة حطيتها فوق اللبن. جبت اللوز حطيت معه شوية سمنة بلدي حمرته، بس تحمر حطيت عليه معلقة شطة حمراء حركته صار هذا اللون اللي بيشهي والطعم اللي بيخيل. سكبته فوق التتر برك وهي النتيجة. وألف صحة.